السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هنعمل دلوقتي القرع العسلي. زي ما احنا شايفين كده، احنا عملنا قبل كده القرع العسلي او اليقطين، عملناه الحادق. احنا النهاردة بنعمله الحلو بالكراميل وبالبشاميل وهنحط عليه الكروكان اللي بالعين الجمل. حاجة كده وصفة خطيرة وحلوة جدا جدا، حاجة صحية. وهنبدأ دلوقتي هنشوفه. هو بقى الطعم بتاعه خطير، القرمشة بتاعت الكروكان والطعم فظيع. يعني أنا بصراحة مش قادرة أقاومه. أنا هاخد معلقة وهشوف الطعم بتاعه عشان أطمنكم إن هو جميل قوي. لا، أنا هاخد معلقة تانية. أنا عاجبني الحقيقة، الطعم بتاعه حلو قوي، أنا مش قادرة أقاومه. وهنبدأ دلوقتي بالمكونات بتاعة القرع. هنشوف القرع ده نختاره ازاي الأول مع بعض. أنا جايبة القرعاية واحدة، هي 3 كيلو وربع تقريبا. بنختارها تكون ما فيهاش أي حاجة من بره. شايفين الشكل بتاعها؟ هي صغيرة مش كبيرة، وهنقشرها. هي متعبة شوية في تقشيرها، بس يعني انا لقيت ان هي هتبقى متعبة بالمقشرة. فاحنا ممكن ان احنا نقطعها زي الشمامة كده بالطول او بالعرض، ونقطعها شرايح، ونقشر كل واحدة. ناخد بالنا لان هي ممكن ان هي تعور، نبقى لابسين الجلافز، ونقطع شرايح كده ونقشر كل شريحة لوحدها. وممكن ان احنا برضو ليه طريقة تسوية تانية بالقشر بتاعها، نقطعها مثلا 4 ونحطها في الفرن. هيتغسل الاول وبعدين نقطع المكعبات ونحطها في حلة زي ما احنا شايفين كده. نص كوباية مية عليها، وهي نفسها بتنزل السكر. هحط برضو السكر بتاعها قليل قوي علشان احنا هنعمل الكراميل، فمش عايزين سكر كتير فيها. انا هحط دي ربع كوباية سكر. الكوبايات اللي هي المج اللي عندنا اللي في كل بيت، هنحط ربع كوباية السكر، ونحط نص كوباية المية. انا هحط لكم طبعا المقادير بتاعتها، وهو اصلا القرع بينزل المية بتاعته. نقلبه كده نحطه على البوتاجاز ونوطي عليه، ونبدأ دلوقتي نعمل الكراميل. هنحط الكراميل، هنحط كوبايتين سكر. طبعا هنحط طاسة تكونش خشن زي ما شايفينه كده، وما يكونش بودرة. هنحط بقى السخونية بتاعته لغاية لما تيجي الجناب علشان نشوف الكراميل. يبدأ يسخن كده، ونقلب بمعلقة خشب لغاية ما يبدأ يتكرمل ويبدأ اللون بتاعه يتغير. نبدأ ان احنا نقلب. بصوا اللون بتاعه وساح السكر، السخونية نفسها سيحت السكر. هنحط بقى قطعة الزبدة. ناخد بالنا قوي ان احنا نكون بعيد عن النار. نحط قطعة الزبدة ونقلب كويس. نجيب كوباية الكريمة، كريمة لباني، لازم تكون دافية، وبعدين نحطها بالتدريج. لو ما فيش الكريمة ممكن ان انت تحطي كوباية لبن لغاية لما يسيح خالص كده. خلصنا الكمية بتاعة الكريمة. هنقلبها لغاية لما يتقل القوام شوية زي ما شايفين كده. شايفين القوام بتاعه، ولما يبرد هو بيتقل اكتر. هنعمل مرحلة تانية، ودي ممكن الاستغناء عنها، ممكن ان انتم ما تعملوهاش. هناخد شوية من الكراميل هناخد شوية من الكراميل نحطهم في طاسة تانية لوحدها. ده عشان نعمل الكروكان. هنسيبه يغمق شوية الكراميل. للكراميل لو عندك بندق او مكسرات، وممكن ان انت ما تحطيهاش خالص.
هنسيبه لما يغمق شوية زي ما احنا شايفين كده. هنحط بقى عليه العين الجمل ونقلبه شوية لغاية لما يعني دقيقتين كده لغاية لما يتحمص. وبعدين زي ما احنا شايفين كده دهنا ممكن رخامة، ممكن ورق زبدة. هنبدأ دلوقتي نعمل البشاميل. هناخد 4 معالق زبدة تقريبا أو سمنة، وهنحط عليهم 4 معالق دقيق أو ربع كوباية دقيق. لما اللون بتاعه يتغير والريحة بتاعته تطلع شوية هنبدأ نخليه لما يبدأ يبقى بارد شوية. زي ما احنا شايفين كده القرع أخدت الكوباية مج صفيته. هنحطه بقى على البشاميل، نحطه ونقلب نضرب نقلب واحنا بنحط الصوص بتاع القرع العسلي، والطعم بتاعها بيبقى حلو قوي قوي في البشاميل. لو انت حابه تحطي لبن خالص مفيش مشكله. هنحط بقى اللبن، 2 كوباية لبن، دي الكوبايه التانية حطينا 2 كوبايتين كده. هنحط بقى كمان كوبايه كريمه خفق، او لو عندك معلقتين قشطه ممكن ان انت تحطيهم عليها للكريمه، ممكن الاستغناء عن كريمه الخفق. ونقلبهم مع بعض. وبعدين هناخد معلقه سكر، معلقتين سكر، وهناخد معلقتين من الكراميل اللي احنا عاملينه عشان ما نكترش السكر في البشاميل عشان ما يبقاش مسكر قوي. وهنقلب عشان ياخد طعم الكراميل كده القوام بتاعه تقل. نبدأ بقى للمرحلة المهمة. معانا الطبق البايركس او الصينية او اي حاجة اللي عندك هتحطي فيها القرع. هناخد القرع زي ما هو كده، ناخده نحطه على في الطبق البايركس او في الطاجن، وتبقى منها شوية هنحطها في طبق تاني اللي هو البايركس الصغير. حطينا كده الكراميل، وزعناه على الوش. نوزعه زي ما احنا شايفين كده. انا حطيت بقية الكمية، حطيتها في طبق سيراميك صغير برضو بيدخل للفرن. اخدت جزء من الكراميل عملته في كيس حلواني زي ما احنا شايفين كده. انا عملته كده ريهات كده بسيطة. بصوا يا جماعة، انا حطيته بقى في الفرن. حطيناه في الفرن لغاية لما اتحمر. ما اخدش وقت كتير لان هو مستوي، وممكن تحت الشواية حاجة بسيطة قوي زي ما احنا شايفينه كده. بصوا يتحط بطريقة شيك كده ويتقدم بطريقة شيك برضو، عشان بيقولوا العين بتاكل قبل البق. بصوا الطعم حلو قوي قوي. الكركان لما بيتكسر وبيتحط وهو متحمص مع الكراميل بيدي طعم حلو قوي زي ما احنا شايفين كده. ولو اول مرة تشوفوني، انا فايزة عبد الله وقناتي سفرة فايزة.